في وصفة النهاردة هنعمل احلى فراخ بانيه بتتبيلة تحفة. مش بغيرها في تتبيلتي للبانيه على طول. وصفة خفيفة وسهلة، طعمها حلو قوي، وطبقة البقسماط ثابتة في الفراخ ما بتتفكش منها خالص، وبيطلع مقرمش وجميل. للتتبيلة هحتاج مية بصل، حوالي بصلة كبيرة كده فرمتها في الكبة مع شوية ملح صغيرة، وصفيتها في مصفى وضغطت عليها بمعلقة لحد ما صفيت منها المية بتاعتها. بضيف عليهم كمان 2 بيضة ومعلقتين كبار لبن رايب، ممكن تستغنوا عنه بس بيدي طراوة كده للبانيه حلو قوي. عليهم كوباية زبادي ومعلقة كبيرة خل ومعلقة كبيرة عصير ليمون ومعلقة كبيرة مستردة. البهارات بقى ملح وفلفل اسود وبابريكا وبهارات فراخ وكركم، بحب احطه بيدي لون حلو قوي للبانيه. بخلط بقى كل ده مع بعض كويس، وبنزل عليهم بكيلو من صدور الفراخ المخلية. بخلي الراجل يقطعها كده قطع بسمك متوسط علشان تستوي معانا كويس، وما تكونش برضو رفيعة قوي وتنشف مننا، او لو انتوا بتعملوها في البيت تظبطوا السمك بتاعها يكون متوسط الحجم. بس بسيبها بقى في التلاجة حوالي ساعة لو مستعجلين، او ليلة كاملة بيكون احسن طبعا. هنا بعد ما سبتها حوالي ساعة في التتبيلة هبدأ بقى اغلفها بالبقسماط. انا حطيت على البقسماط رشة ملح وفلفل اسود كده وكركم صغيرين. هنزل بقى بالبانيه بس بنصفيه كويس من اي تتبيلة زيادة، وبضغط عليه بقى كويس جدا بايدي كده من كل ناحية علشان البقسماط يمسك فيه كويس بالشكل ده كده. هقلي بقى البانيه في زيت غزير وسخن. بكون معلية النار في الاول، بعدين بهدي النار على درجة حرارة متوسطة علشان يستوي كويس معانا من جوه. واول ما بياخد لون معانا بقلبه على الناحية التانية وبطلعه بيكون لونه ذهبي كده. وهنا كنت خلصت، شكله وريحته وطعمه تحفة. طبقة البقسماط ما فكتش منه. يا رب يكون عجبكم، اتمنى تجربوه بالطريقة وبالتتبيلة دي، وبألف هنا.